طب ازاي نزكي نفسنا ونطهر نفوسنا؟ بالصلاة. لازم نصلي الفروض والسنن طبعا. لازم نصلي قيام الليل. مفيش حاجة هتقدر تطهر حياتك وتنور حياتك زي قيام الليل. قيام الليل جميل جدا، اللي احنا نصلي حتى لو ركعتين قيام الليل. دايما ندعي واحنا بنصلي: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اعني وقويني ان انا يا رب اعبدك زي ما انت عايز. يا رب قويني ان انا امشي في الطريق اللي يرضيك. يا رب اعني على الاعمال الصالحه. في ذنب معين مثلا بتعمله وانت مش قادر عليه، يا رب اعني ان انا اسيب الذنب ده. يا رب قويني ان انا ابعد عن الحاجه الغلط اللي انا بعملها دي. يا رب انا مش قادر، يا رب قويني. دايما ادعي واتكلم مع ربنا في قيام الليل. دايما الحاجه دي هتطهر نفسك. القران الكريم، لازم تقرا قران، لازم تعمل ورد النفس، لازم تجتهد على نفسك ان انت تفهم دينك كويس. لازم تجتهد زي ما بنتعلم مثلا الرياضه وبنتعلم الانجليزي. لازم يبقى لينا يوم وقت كده اللي احنا نتعلم حاجه تفيدنا في ديننا. فانت لو بتعمل كل الحاجات دي وبتصلي وبتعبد ربنا وكل حاجه بتعملها عشان الله، كل همك في الدنيا اللي انت ترضي ربنا، هتلاقي النور كده دخل في حياتك ونفسك اطمئنت، وهتلاقي نفسك راضي بقضاء الله. اي حاجه حلوه وحشه في حياتك هتحصل لك، هتلاقي عندك رضا كده واطمئنان وسكينه وهدوء في حياتك. يعني انت لو التزمت بكل العبادات بتاعتك، وحتى لو احنا كلنا بنحاول نبقى احسن، وكلنا بنحاول نغير من نفسنا. المحاولة دي اصلا بتاخد عليها اجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول ان اصعب جهاد هو جهاد النفس، اللي انت تجاهد نفسك عن البعد عن الذنوب والمعاصي، وتجاهد نفسك القرب من الله والقرب من الحاجات اللي ربنا بيحبها. ده جهاد. الجهاد ده انت هتاخد اجر عليه. بس انت دايما حاول، ما توقفش، ما تقولش لا انا مذنب، انا مش هعرف اعمل الحاجه دي، خلاص انا مش هعرف التزم بالصلاه. انا بصلي يوم وبقطع يوم، بصلي يوم بصلي وانا بس ايام امتحانات او يوم عاوز حاجه. لا، ما تطوعش نفسك على الكلام ده. افضل ماشي، افضل صلي، افضل حاول، افضل قصرت مثلا في صلاه فاتتك، لما اول ما تفتكر لا لازم تصليها، تقوم جاهد نفسك على طول. المجاهدة دي هتاخد عليها اجر يعني عند ربنا كبيرة قوي، اللي انت عمال تحاول عشان تبعد عن الدنيا، عن هوى الدنيا، وعشان تقرب من ربنا. كل ده هناخد عليه اجر في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله. فيا رب يكرمنا في حياتنا كلنا يا رب، ويرزقنا الهداية والنفس المطمئنة ان شاء الله.